اخواتي حبايبي ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وربنا يعود عليكم الايام بكل خير. المحشي والفته والممبار والبشاميل والحلويات وانتوا عارفين وانا عارف. مش عايزين ندخل على العيد واحنا مفرشحين، ماشي؟ يعني خلينا نلم الدنيا. اقول لنفسي انا الكلام ده وانا بقول لي مش مهم، المهم انتوا صحتكم وانا خايف عليكم علشان عندنا صيف، ساحل، عيد صغير، عيد كبير، ما علينا. انزل بقى كده بالمناسبه الحلوه دي، حط لي لايك على الفيديو ده واكتب لي بقى كومنتات كتير جدا 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 جدا. انتوا وحشتوني وانا النهارده عايز ايه؟ بس اتكلم معاكم في الكومنتات. اي كومنت هيتكتب لي هرد عليه، واتحداكم لو حد كتب لي كومنت وما ردتش عليه. المهم ان انا قلت في رمضان هنحاول شويه نوجه محتوى الرياكت بتاعنا لموضوع الترندات اللي طالع دلوقتي في رمضان، سواء بقى برامج مقالب، سواء حاجه مثلا معينه لفت نظر الناس او الناس حباها او كده. فكونا بقى من علياء كاميرون وكروان مشاكل وكل الحاجات اللي ما بتجيبش غير ورا دي والله، الا اذا لو ابو لهب وهو ومرات ابو لهب عملوا فيديو. انتوا عارفين طبعا مين ابو لهب ومراته. صراحه ربنا لقيت كل برامج المقالب ساقطه، حتى برنامج رامز اللي كان فيه شويه حاجات كده حلوه. فعشان كده هو الوحيد دلوقتي اللي هنطلع نعمل له تحليل سريع كده مع بعض ونتناقش فيه شويه. احنا بنكتر في الكلام ليه؟ ما نخش في الفيديو على طول. انا عايز اقول لكم ان دماغ اسماء جلال تقريبا تحت ما فخاد محمود التنين. دي كسر في العظمه ال 17، حرام عليك. حنينه قوي والله اسماء جلال. بتقول له وقعت على ايدي، يعني مجامله بطريقه. وقع على ايدك ايه ده؟ كسر رقبتك. انت كويس؟ طيب اعمل لك ايه؟ قول لي. انت اللي هيعملوا لك ايه؟ هو الحمد لله زي الفل. انت بقى رقبتك وضعها ايه اللي كانت اللي اتدهست دي؟ أحب أعرفكم بنفسي، أنا المسكاوي، الكابوس اللي هيكون معاكم طول الرحلة. بصراحة يا جماعة طول البرنامج أنا رامز جلال الصوت اللي عامله ده كان من أسوأ الحاجات اللي اختارها في البرنامج بأمانة. يعني صوت مش باين جدا، كلام اللي بيقوله مش باين هو بيقول إيه، تلات أرباعه متاكل، مش سامعين أي حاجة. حاولت إن أنا أركز بس ما قدرت الصراحة، في حاجة غلط في الصوت. لو عايزين وسيلة مساعدة، الزتونة في البالونة. طبعا هي غالبا زي ما احنا شايفين كده الموضوع كله عبارة عن مراحل ومش عارف، ما اعرفش يعني، بس اوكي يلا. زيتونة في البالونة. فرقعوا البالونة ونزلوا. انت يعني ما انت مش علق لهم البلالين في الدور ال 17، هيفرقعوها منين؟ فهمنا. طبعا اسماء جلال هنا في تيت طبعا اللي واضح جدا، والتيت ده بيقول ان هي ما يغركوش الشكل، دي الحكمه النهارده. حرام ايه؟ في ايه؟ هو دار ايتام للفراخ مثلا فصعبانين عليكي ففراخ عادي يعني مثلا؟ لا انا خفت، لا انا ايه اللي حرام في الموضوع؟ والله قلبها جامد يا جماعه، قلبها جامد جدا اسماء جلال. يعني انا متهيألي اي بنت بشكل عام سواء بقى رقيقه او غير رقيقه، الكتكوت بالنسبه لها ده موضوع كبير قوي، ممكن ما ينامهاش على مده شهر قدام. بس دي فير مسكت الفراخ صاحيه. رامز مسكها طول الحلقه، ما ضربش محمود طلقه، هي ماسكها هي كل يا عيني طلقه وطلقه. وفين بقى؟ فين ما يوجعك؟ دي بتمسح فيه دي بتمسح فيه طبعا ما شاء الله باين الطقم اللي لابساه ب $70,000، فهتمسح في هدومها ازاي يعني؟ الترنج بتاع محمود اللي جابه من العتبه. علشان تقفوا على النسيان، علشان تطلعوا من المصيبة اللي انتوا فيها دلوقتي. انا هسأل كل واحد 3 أسئلة. يا جماعه الصوت والله العظيم اللي اختار قصه ان هو اما يعملوا صوت ضخم كده وصوت بالطريقه دي على رامز، يعني اختيار سيء جدا. يعني انا بسمع بالعافيه بيقول ايه، مش سامع. انت صحيح مرتبطة بفنان مطلق؟ لا. مرتبطه بفنان مطلق؟ انت جاي تخرب بيتها هنا ولا ايه؟
ده انت ايه ده؟ ايه القرف اللي انت بترشه على وش؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ ده ايه ده؟ دي شفافة متجمعة في قلب مسدس. ايه ده؟ انت ليه عملتي انفولو لهنا الزاهد؟ يعني مش فاكره ان انا عملت. تف على طول، اول ما تكذب تف عليها مجموعة تفافات كتير قوي. قرف 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 اللي انتوا عاملينه ده يا رامز والله. بس انتوا جايين توقعوا الدنيا في بعض. يعني انت ليه عملت انفولو لهنا الزاهد؟ يا عم هي حرة تعمل انفولو لهنا الزاهد، ان شاء الله تعمل انفولو لامها. مش فاكره. انت هو ماله؟ هي اللي جاوبت السؤال ليها مش ليه. حبة اسماء جلال ضحكتك في اشغال شقة. اول حلقه. الصراحة هي ضحكتني في شوية حاجات في أشغال شقة، خصوصا لما كان تخنت وبتاع، لكن في حاجات عم تعدوها يا عم. انتوا في ايه بتزنوها ليه كده الزنقة السودة دي؟ قلت لك انت اللغة مش مطلوبة. كمية تفافة محتاجة جاكوزي دلوقتي والله، مش حمام. ده بقى الليفل التاني في رحلتنا. طريقة الخروج من الخلاط ده هتكون عن طريق وضع طب والنبي انا راضي ذمتكم، انتوا حد سامع حاجه؟ حد سامع حاجه؟ انا مش سامع حاجه خالص، مش عارف الصوت بيقول ايه. انا اصلا كده اوريدي هرفع الصوت ده واحاول العب شويه في الصوره عشان حقوق النشر، يعني ربنا يستر الفيديو ده ما يكونش سبب استرايك في القناه، ربنا يستر بقى. هي فكره وبنجربها. بقول له دوات واسماء بتقول له انا بقول لك هات حضن. والله العظيم هطلع اعمل مشكله بين. ايوه يلا. بصوا للامانه الموضوع فيه مط كتير قوي، يعني فيه مط جامد قوي، والمقلب مش اللي يعني كان في خيالي. انا كنت فاكر قلت رامز جاي بحاجه برضه عشان تعوض قرف السنه اللي فاتت بينه وبينكم، بس يعني مش عارف الموضوع مش جاي معايا ليه. حاسس فيه ملل. انا قاعد طول الوقت مستني ماشي ايه اللي هيحصل. هيحطوا الزهر في قلب الباكيه، طب وبعدين ماشي البتاعه بتلف بيهم، طب ده المقلب ان هي بتلف. مفيش حاجه كده، مفيش حماس كده، مفيش ضحك، مفيش. انا لحد الان مش شايف حاجه تضحك كتير، الا بس في الاول كده الوقعه كانت بتضحك صراحه، وبعد كده التفافه دي كانت حلوه برضه، ما كانتش وحشه يعني. هروح يا جماعه هم دبدوبين. يا جماعه بجد بقى. اسماء بس بقى. اسماء اسكت شويه. هموت والله اخش على الدبدوب. اعمل ايه؟ ادي المفتاح من. لازم الفيشه تخش في البريزه علشان خاطر السقف اللي فوق ما يقعش عليهم، يعني دي الفكره لحد الان يعني. اوكي مفيش برضه، في نوم برضه، في نوم في الموضوع. ازاي غير؟ ماشي دبدوب بيتف تاني، يعني هي المفروض جابت مفتاح عشان تدخل مفتاح في الدبدوب، فالدبدوب بيتف. انا قلت طب الدبدوب هيكهربها، ماشي لو كهربا مثلا يعني حاجة جديدة، لكن نفس الموضوع يا رامز. في شرط مع الله. لا يا جماعه لا، بصوا كده في ملل رهيب جدا في الحلقه الصراحه، ومش عارف هل العيب في اسماء جلال ومحمود، ولا العيب في رامز، ولا العيب في فكره البرنامج. معرفش، في مط وفي مش عارف، مش حاسس ان الموضوع مظبوط صراحه. يعني برضو انا هنا قلت في فكره وحيوانات وبتاع. الدنيا هتسخن شويه بعد النوم الطويل اللي احنا نمناه في الحلقه ده، ولكن مش عارف، ما ببشركم اللي ما شافش الحلقه نوم كالعاده. عارفين لو كان المشهد اختفى على هنا وخلص هنا كان هيبقى ممتاز جدا. كان هيعمل زي رامز بتاع اللي هو اسمه ايه دوت، توت عنخ امون. كان في برنامج زمان اللي هو القديم، كان برضو بيدخل ويعمل موميا في الاخر وبيخضهم كده ولا بس. كان هتبقى جميله برضو وحلوه على حسب برضو خضه اللي موجود معانا من الغوريلا، وهو باين ان انت عامل غوريلا معرفش شبه كرتونيه ولا حقيقيه، بس اكيد ما حدش شاف غوريلا في الحقيقه يعني. انا زهقت حتى من اللي انا بقوله. هاتي يا اسماء.
كده مشهد الغوريلا انتهى على كده، يعني خلاص دي دور الغوريلا بتخوف عشان تدخل الغرفة هنا. طب ليه ما اتقفلش البرنامج على مشهد الغوريلا وكان يعني كان موضوع إثارة الخوف والرعب بتبقى أكتر شوية، على سبيل إن هم مش عارفين إن أنت رامز، وعلى سبيل إن في غوريلا حقيقية، أو اللي جاي مش فاهم برضو إن أنت إيه المشهد أو إيه المقلب اللي هيتعمل فيه. ده اسمه ليفل الوحش برجاء غلق محابس الخزان. بس كده يعني هو ده الليفل الوحش، ان انت بتملى الحوض ميه. طب ميه وفيها تعابين وفيها تماسيح وفيها اي حاجه وفيها عقارب يعني بس مفيش اي حاجه تاني. بص يا جماعه مبدئيا كده انا مش شايف رامز السنه دي خالص، ولا شايفه السنه اللي فاتت، ولا حتى شايفه السنه اللي قبلها. يمكن اللي قبلها كان شويه برضو كان في كام حلقه كده ضحكتني، بتاعت بيكا وبتاعت محمد ثروت وبتاع، كان ماشي حلو. لكن السنه اللي فاتت والسنه دي متهيألي رامز بقى خلاص المفروض، يعني انا بقيت بحس ان رامز المهم ان هو يبقى موجود وخلاص، مش مهم اي حاجه تانية. انا بقى جاي ببرنامج رمضاني عشان ابقى معاكم زي كل سنه. البرنامج حلو البرنامج وحش مش مهم، المهم في سبونسر وفي اعلانات، الموضوع بقى تجاري قوي وكل اللي جاي فاهم وكل اللي جاي عارف. لا رامز جلال صراحة كبداية وأول حلقة أنت أثبتت فشل البرنامج من قبل ما يبتدي. تقييم أنا للبرنامج 3%، عشان كان في الأول كده كان في كام حتة كده بتضحك، وبعد كده مط وتطويل بس عشان نعمل حلقة كبيرة الناس تتفرج عليها، وبعد كده ملل بقى. وبس وصلنا لاخر الفيديو. لو وصلت معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، ولو ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.